السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم معايا في قناة إبداعات ليلى. الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم شرمولة ديال الدجاج بمناسبة اقتراب الأعراس والمناسبات، يعني كاينين بزاف ديال المناسبات يكونوا في هذا الفصل ديال الصيف. ايوا ولا كان تا الدجاج رخيص، علاش لا ما نديروش ليه هاد الشرمولة ونحتفظوا به في المجمد. عندي هنايا الخرقوم، عندي الابزار تقريبا واحد 3 المعلقات كبار، عندي قزبر يابس مدقوق، وعندي سكين جبير، وعندي السمن الحار. وهاد الشرموله كنخلطها غير بالماء، تقريبا واحد 2 كيسان كبار ديال الماء، يعني في شي بانيو هكا ولا في شي اناء اللي غنوضع فيه هاد المكونات. المهم هنايا عندي انا 30 دجاجه اللي غسلتها مزيان بالخل والحامض والملحه، رقدناها تقريبا واحد المده ديال 3 سوايع في هاد المكونات، الملحه والحامض والخل والبصله الحمراء. عرفتي البصله الحمراء كتنقي الدجاج مزيان. صافي كيف ما كتشوفوا معايا غنوضع هاد العطريه في الاناء، وكنضيف الماء تقريبا واحد 2 كيسان كبار ديال الماء، يعني كنكتفي غير بهاد المكونات اللي كندير في الشرموله. هادو هما المكونات اللي ممكن نحتفظوا بهم في المجمد ويبقى معنا هاد الدجاج يعني مده طويله. يعني الوقيته اللي بغينا نطيبوا الدجاج كنخرجوا الدجاج من المجمد وكنديروا يعني كنصبوا نصيب عادي بالبصله والثومه والقزبر ومعدنوس، يعني اللي بغينا نطيبوا به تنطيبوا به، نطيبوا الكسكسو الدجاج محمر ولا اللي كان. صافي كنبدا ندخل ديك الشرموله مزيان وسط من الدجاج على هذا الشكل، في الجناب وفي الداخل على هاد الطريقه كيف ما كتشوفوا معايا. المهم انا سبق لي درت طريقه نزلتها في القناه بالنسبه للشرموله ديال الدجاج، كانت شرموله مختلفه على هاد الشرموله اللي حضرت معكم اليوم. غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. المهم هاد الشرموله كيف ما سبق لي ذكرت معكم انها للاستعمالات كاملين. المهم الكسكسو، رفيسه، الدجاج محمر، يعني علاش ما بغينا نطيبو كنطيبو بهاد الشرموله. صافي كنبقى مستمره بهاد الطريقه، كندخل هذيك الشرموله للدجاج مزيان على هاد الشكل حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي ديال الدجاج. الدجاج من بعد ما شرملته كنحصل عليه على هاد الشكل، وكندوز للمرحله ديال التعصاب، يعني كنعصب ليه الرجلين ديالو. غنشارك معكم هنايا غير 2 دجاجات، واللي بقى عصبته وراء الكاميرا، المهم باش ما يجيناش الفيديو طويل. انا كنت سبق لي درت فيديو بالشرموله مختلفه على هاد الشرموله اللي شاركت معكم. هذه ديال اليوم شرموله سهله واقتصاديه وفي متناول الجميع. الفيديو اللي كان سبق لي نزلت في القناه غنعاود ننزلو لكم في صندوق الوصف، ولا غنشاركو في المنتدى باش يطلع لكم وتشاهدوه. صافي كيف ما كتلاحظوا معايا كنعصب غير رجلين على هاد الشكل. المهم انا استغليت الفرصه ديال واحد المناسبه كانت عندنا ديال اسبوع بنت خويا، وهاد الدجاج طيبناه في هذيك المناسبه. هاد الدجاج بقى في المجمد غير يومين هو اللي بقى، عاد طيبناه عادي كيف ذكرت لكم. يعني ممكن
تستعملوه في الكسكسور، فيسا، في اي حاجه بغيتو طيبوا بها. هنايا درنا الدجاج المحمر والثومه والربيع. حتى بديت كنصب عاد زدت دوك المكونات الاخرين، مع ان كنعرفوا ان الربيع والثومه كيسبوا تسمم مع هكا مع الثلاجه. صافي كيف ما كتلاحظوا معايا كنوضع كل دجاجه في بلاستيكه ديالها، يعني كتجمد على هذا الشكل، وكنمشي نوضعهم في المجمد. ممكن هاد الدجاج يبقى معنا مده طويله، يعني الوقيته اللي بغينا نطيبوه كنطيبوه، راه كيجي لذيذ ورائع جدا. كنتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها حتى نتوما. ما تنساوش التشجيع ديالي باللايك والبارطاج الفيديو. الا كنتو اول مره كتشاهدوا القناه وعجبكم المحتوى ديالها، اشتركوا فيها وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد القناه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.